مساء الخير على حضراتكم جميعا. النهارده اول يوم لينا في برنامج جديد علشان نعرف كتير من جمهور نادي المنصوره الرياضي ان في عدد كتير من اللجان اشتغلت ومنهم اللجنه الثقافيه، وانا واحده من فريق اللجنه الاعلاميه. فالنهارده هنقدم وهنسال سؤال. معانا استاذ، تعرف حضرتك؟ زكريا رجب. زكريا اهلا وسهلا بحضرتك. السؤال الرياضي يقول: من هو اشهر لاعب مصري وصل للعالميه؟ محمد صلاح. برافو عليك، كسبت معانا، ويا ريت حضرتك تتفضل عشان تستلم جايزتك. والدكتور احمد بدران هيشرح لك اللجان اللي موجوده في نادي المنصوره واتكونت منهم اللجنه الثقافيه. تمام، اتفضل معانا عشان تستلم. تمام. حضرتك على اختار اللي انت عاوزه. وطبعا علشان كسب معانا هياخد جايزته وهيستلمها. اتفضل حضرتك. ايوه، عشان اعرف انقي بقى حاجه كويسه. دول اتفضل ايه؟ حضرتك. دول ميداليات. يبقى ميداليه. خلاص. شكرا لكم على اللقاء الجميل دوت، والف شكر، ويا رب دايما في تقدم وازدهار. انت عرفت الناس بيديك الاول؟ طبعا. طبعا دكتور احمد بدران والاستاذ احمد المنسي مؤسسين. شرف ليا يا احمد بيه، شرف ليا، ومتشكر جدا على اللقاء الجميل دوت. شكرا يا دكتور، متشكرين جدا. عايزين نديك فكرتنا هنعمل ايه بعد كده للاعضاء ان شاء الله بالنسبه يا ريت والله لو في تقدم في المكان انا معاكم. بالظبط. هو في اي حاجه بصراحه، لان انا بحب المكان. هيعجبك البرنامج ان شاء الله. يا ريت. عرف دي طبعا البرنامج احنا كتبنا هنا ايه اللي احنا هنعمله بالنسبه للجنه الثقافيه، هنفيد الاعضاء ازاي فيما بعد ان شاء الله. احنا عندنا مجموعه كبيره جدا من الدورات، عندنا دعم للاسره، عندنا دعم لتربيه الاطفال، عندنا ندوات شعريه، عندنا ندوات ثقافيه، عندنا مسابقات، عندنا الامور دي كلها. عندنا حتى الحاجات اللي هي متعلقه باداره الذات والتنميه البشريه والسوفت سكيلز والحاجات دي كلها اللي ممكن تخلي الانسان يتطور من داخله، زي يدير حياته ويدير نفسه وكده يعني. بالاضافه ان احنا عايزين برضه نكتشف المواهب اللي موجوده في النادي، اللي عنده قدره على ان هو يرسم، يكتب شعر، يعمل اي حاجه فيها ابداع. عايزين نستقطب دول ونبرزهم بقى ونطلع الناس دول، يعني ما تبقاش الدنيا كده يعني، يبقى في انشطه بقى وحاجات كده.